قولي تاني. اهو يا حبايبنا احنا وقت اهو الظهر اذن. احنا معالجين على اللي بتاع الصلصه عاملينها معاكم من امبارح. فاصوليا الحله دي كبيره، دي كيلو ونص فاصوليا. هي كده انعملت وخلاص، على كده هطفي عليها بس. البطاطس حطيتها في الصلصه اهي. الحله دي برضو كبيره، دي 6 كيلو بطاطس. حله كبيره هي في الصلصه كده بس اهي. نزودت حبه ميه صغيره بس. لما تاخدولها غلوه كده وتشرب من الصلصه هنحط عليها حبه توم دلوقتي، ونحط عليها التوابل بتاعتها، ونبقى نزودها حبه ميه صغيره بس. وعقبال حضراتكم جميعا يا رب. تكون شعريه وحطينا دي كبيره. هحط فيها تكون شعريه اهو. حاطه الميه بتغلي اهي. حط الرز التلاته كده كمان. الملح هتغلي مع الشعرية عشان تتشرب حلوة كده، والنار تغلي هحطها عليها. حاطة الملح مع الشعرية عشان الشعرية تتحمر حلو. هتاخدي رز تاني يا سمر ولا حلو؟ حط البصل. هتاخد حط. يا حبايبنا الحلة كبيرة قوي، فيها كمية كتير يعني. فيها بتاع يمكن 8 كيلو. حلة كبيرة. بصوا الحلة هنبقى داير كل شوية دايرها هنا كده عشان هي مش هتعمل. شوف الحلة ما شاء الله رز الفلفل عاملة ازاي. حلة كبيرة. المية كانت بتغلي والرز سخن. يا حبايبنا رز الفلفل زي الفل اهو. وعملنا خلصنا الطبيخ وحمرت لسان عصفور. عملت حلة كبيرة لسان عصفور برضه. هحمر الفراخ في الفرن. عاوزها صلصة وفلفل اسمر وبهارات يعني كده وليمون، واحطها في الفرن تتحمر في الصواني في الفرن كده. ما شاء الله الفرن كبيرة. مش هعمل لما الرز ما ياخدش حاجة عشان حتى ما يسجعش يعني ونرجع نسخن. الحاجة دي تخلص اعمل خلاص. اعمل حاجة كده اهو يا حبايبنا. طلعت صينية فراخ حطيتها معاها. وسطها بتاع زي ما انا قلتلكوا صلصة وبهارات وكده. وحمرت حطيت في الحلة شدانها سخنة اهي. الصينية التانية في الفرن لسه ما اتحمرتش. اما تطلع نحطها فوق منها على طول.